ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ يعني انا خايف اتحسد. فيديوهين ده كتير قوي، كتير فشخ يعني. اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنتات وقدروا المجهود اللي احنا بنعمل يعني لسان من عندك يا رب. مبدئيا كده انا وحشتني منشناتكم الصراحه. انا عارف ان انتوا فقدتوا فيا الامل، فممكن نلاقي منشنات قديمه، ممكن نلاقي منشنات جديده. انا يعني الناس بطلت تمنشن تقريبا، الناس زهقت فاهم، قالوا ده خلاص يعني فاهم، ده بطلها. فتعالوا نشوف المنشنات، عشان انا المنشنات دي اكتر حاجه بعشقها عامه. بحب اعمل رياكت على المنشنات عشان بتفاجئ فاهم، اللي هو ايه، حاجه ما تبقاش محضر لها كده، فاول مره تشوفها بتبقى جامده فشخ يعني. اعمل لايك سبسكرايب، انا قلت لك وبفكرك تاني، وصلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي كتير يعني. يلا بينا. عايزه حاجه يا مرتبني؟ لا يا حماتي تسلميلي، انا رايحه السوق بقى. تظبطي ايه؟ مفيش سلك يا حاجه، مفيش، والسم بتاع مشروخه اصلا. بس ماشي يعني. هم كتر خيرهم اجتهدوا وجابوا كاميرا مسروقه باين او حاجه عشان يصوروا بيها الفيديو، فهم يعني اجتهدوا. هي مرات ابنك صح كفيفه؟ انا نسيت اسالك في الموضوع ده. يعني يعني الكاميرا اهي قدامي، لا مؤاخذه زعيم، الكاميرا قدامي اهي فاهم، فاكيد ابقى شايفها يعني. انا هتيجي بقى مرات ابنها حماتي حاطه لي حاجه في الكاميرا، في كاميرا هنا مفيش صح، تخلف هيحصل. دي متدمره. الله بقى كده يا حماتي حاطه لي كاميرا ومن غير سلك، حاطه لي الكاميرا معرفش ايه دي، ايربودز تقريبا. يا وليه مكحكحه، حاطه لي كاميرا دي ليه؟ عشان تشوفي بقى بعمل ايه. ماشي يا حماتي. ممكن تكون بتسجل صوت يعني دلوقتي، حماتك عرفت ان هي ولا مكحكحه، فتمام، وعرفت ان انت عرفتي. وايه ايه الفرش الغريب ده؟ ليه ازرق فاصفر؟ ليه؟ ما علينا، مالناش دعوه. انت بقى اللي بدات، انا هلاعبك على الشناكل، ومن هنا ورايح انا بقى هوريكي يا انت في البيت ده. معا لدعم المرض النفسي عامه. انا بكلم نفسي كتير الفتره دي، بس مش بالاسلوب ده يعني. ما بقعدش اتناقش مع نفسي، انا لو بتناقش مع نفسي بالاسلوب ده هتسبلي يعني فاهم. انا بقعد كده عادي، ممكن ابقى افكر طب يا عم ما كده، لكن مش هقعد اصل بص يا حماتي انا مش عارف لا ده يعني ايه. روحي للسيرابيست هتبقى كويسه، لان كيدهن عظيم. تمام. انا بقى هشوف بقى الساعتين اللي انا كنت فيهم بره يعني هتشوفي من الكاميرا ولا ايه؟ نجيبي لابتوب حتى يا حاج، اعملي اي حاجه. انت يا مرتبنش. هي لمبه لوز في يا خالتي، ايه اللي اما افك الكاميرا؟ هو ايه الشغلانه دي؟ هو انتوا ما خلاص، هو الحمد لله انه خلص يعني، الحمد لله، وما فيش يعني ملوش انتظر الجزء الثاني ولا حاجه. هو حاجه عبثيه كده عملوها، كانوا قاعدين فاضيين فقالوا في كاميرا وفي حماتي وفي بيت، فتعالوا بقى نشوف بقى هنشوف هتيجي معانا بايه يعني. انا وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبه وكل حاجه، بس يعني لا هو صغير الصراحه يعني. انا كنت فاكر الخاتم ده، مش عارف ليه شفته كبير في اول الكادر كده، حسيت ان انت جايه الفكهاني. ما علينا نكمل. فكره وجدي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ايه ده؟ شوكولاته. يعني انا جايبه لك خاتم ب 3000 جنيه وانت جايب لي حته شوكولاته ما تسواش 50 جنيه؟ ايه دي شوكولاته دبي، انت هتخيبي ولا ايه؟ القرف ده؟ الايفون راح طب يا جماعه يعني انا تليفوني ولع يعني، ببصوا حاجه كده. الجو عامل كده ليه؟ ده انا جسمي بينز عرق. بقول لك ايه يا حلوه، ما تعرفيش شارع 9 منين؟ اصلي عايز الاي تي ام اللي هناك، اودع الفلوس دي. معاك 2000 جنيه بقى يعني، ولا 4000؟ ده 4000 جنيه فاهم. ماشي. لا للاسف والله ما نعرفش مكانها، ممكن تسال قدام. هي بص شافت ال 4000 جنيه فاهم يعني، هي جايبه له خاتم ب 6000 جنيه اللي هي قالته، بس خلاص يعني في 4000 جنيه برضه. في اسماء بصله كده ليه؟ على فكره انا عارفه المكان كويس قوي، ممكن تاخدني في سكتك اوصفهولك. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هتضر الراجل اللي واقف معاكي، عيب، ما يصحش كده. الراجل اللي انت بتتكلم عنه يعني شوكولاته دبي هتلاقي لها بوبو، اللعبه المتخلفه اللي بيلعبوها بيها دي. الراجل اللي انت بتتكلم عنه ده جايب لي هديه ما تسوى 70 جنيه، وبعدين يا ودي لما تقدرني هي مش كانت 50 من شويه؟ الشوكولاته بكام الشوكولاته الدبي دي؟ انا ما جربتهاش عامه. انا في حاجات كتير ما جربتهاش. انا حاسس ان انا دخلت فجوه زمنيه كده، في حاجات غريبه عماله تطلع، وانا قاعد اما اتفرج على الدنيا، بشوف الدنيا ايه اللي بيدور، بس ما بتكلمش حتى، مش بعلق على الحوار. تحترمني انت الاول وتجيب لي هديه بمقامي، ابقى اقدرك عن اذنك. طب مش مهم، انا مش فاهم معايا الخرا ده كله. شوف لي اطمن لي على الايفون بقى اللي اتدست عليه العربيه واتحدف وطلع 200 قمر.
خلاص يا عم السعر العربي يعني ما كانوش 4000 جنيه، اتكل على الله. طمنا على الايفون، عم شايف الاشكال دي؟ ايه اللي ضرب؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده العربيه دست عليه يعني، كمان اتغير لونه، كان لونه ازرق بص بقى ابيض. سبحان الله يعني، ما الواحد مش فاهم الدنيا دي غريبه. ده مش ماكت حتى يعني، الماكت ده ايه؟ ده ايه الخرا ده؟ ده ايه ده؟ ده جبتوه منين ده؟ جبتوه منين بجد يعني؟ ده يعني بتاع قناه حبيشه كواليتي يعني كده. ده ايه ده؟ ما خلاص ما مش مهتم. ده ولاعه، ده اكيد ولاعه، اللي هو كان فيه ايفون ولاعه كانوا بيكسبوه زمان. قولي بقى، هو انت شغال ايه؟ انا بصراحه كده ما بشتغلش، انا عايش بورث بس. حلو يعني ايه عايش بتورث؟ اصل انت ماشي يا عم، يمكن حاجه جديده دي، انا ما اعرفش يعني. انا عايش بورث بس يعني، خش اشوف مين في العيله النهارده ايه ناوي يودع واروح اورث يعني. ايه الو، ايه يا عبد الله تعالى اورث خالك، ايه يا عبد الله تعالى اورث مرات خالك كده فاهم. انا ما حدش عياله مش بيورثوا، انا بورثهم وبوزع على عيالهم، براضي عيالهم كده، بدي كل واحد 50 جنيه كده يا باشا. اصل انا بابي كان راجل اعمال كبير الله يرحمه، وبعدين بقى زي ما تقولي ممتلكاته ما تتعدش ولا تحصى، فانا بقى عايش. عامة ما تقولش بابي يا اسطى يعني، انت انا عادي، انا محترمك وزي الفل، بس انت شبه فالنتينو اللي كان في فيلم بوحه يعني، اللي كان صاحب بوحه ده، ودي مش حاجه وحشه، ده راجل محترم عامه وممثل كويس. فيعني مش متخيل الراجل ده في يوم من الايام يقول بابي، فانت تشابهه متهيألي، فما ينفعش تقول بابي. بس كل يومين الاقي لي فيلا هنا، الاقي لي شركه هنا، حته ارض هنا. هو ايه مفيش املاك لبابي معينه يعني؟ اللي هو انا بمشي كده اشوف هي الحاجه دي بتاعت مين؟ الحاج محمد بطيخه. ايه ده؟ لا ده طلع ابويا. طب فين المفاتيح يا جماعه؟ يعني مش مفيش عقود، مفيش اي حاجه، مفيش محامي قال لك يا اسطى مبروك كسبت معانا مطلقه عراقيه؟ ايوه ايه ده؟ خد تعالى هنا، يا وكاله من غير بابا ولا ايه؟ انت رايح فين يا جدع انت؟ وايه اللي ممشيك ورايا؟ سيبني ادخل يا عم هو ده انت داخل كافيه، ايه اللي سيبني ادخل؟ هو اي نعم شاط منك حبيبتك، بس مش كده صاحبي يعني، ما لا يعني ما تخشش بيت حد صاحبي، خلاص هي خسرتك يا وجدي، خد الخاتم وانت اولى بيه، صرح الايفون. تدخل فين بس يا وكاله من غير بواب؟ بقول لك ايه يا عم، هو في حد بيخش بيوت الناس؟ سيبه يا ايه ده؟ مين دي؟ دي جارد دي ولا ايه؟ استاذه شمس خير، في حاجه ولا ايه؟ سيبه، انا مش قلت لك سيبه؟ استاذه شمس؟ طب مين استاذه شمس؟ انت ليه مكبر استاذه شمس قوي كده؟ انت بتورث يا ابني، انت مش فارق معاك. خلاص بقى، صاحبة الشأن قالت لك سيبه. صاحبة الشأن؟ اتفضل يا وجدي. امال انت مين يا ابني؟ يا فالنتينو. انت ايه اللي جابك لحد هنا؟ وجاي ورايا ليه اصلا؟ ما تخلي عندك دم يا اخي، انا ما بحبكش. هيطلع ده ابن الراجل ده اللي وارث، وده اللي انا عايز اعرف ايه البلوك تويست في الاخر. فاهمينا يا استاذه شمس، هي القصه فيها ايه بالظبط؟ القصه فيها ايه؟ القصه فيها ان انا مش عاوزه اشوف وشك في الشقه دي، تلم حاجاتك وتتكل على الله، ولا اقول لك انت مأجر؟ انت مش بتورث يا ابني؟ انت فهمنا كده. الاستاذ وجدي صاحب الشقه اللي لسه ماضي عقدها دلوقتي، هو اللي هيطردكم انتوا الاثنين. ازاي حضرتك؟ انا معايا استنى يا ادم. استنى يا ادم فعلا، استنى يا ادم، انا عايز اعرف بقى ايه، انا مش عايز اعرف انت حرامي ولا نصاب ولا وارث. استاذ مجدي مين؟ استاذ مجدي جاب الفلوس منين؟ يعني طب ماشي يعني، اصل دي المفروض عارفاه، فيطلع ده اللي وارث، ده خدام اصلا، ده سفراجي عند استاذ وجدي. بتقول لك مضى عقد الشقة. طب يا استاذ وجدي حضرتك انا مالك الشقة يا استاذ. يا عاش يا كينج والله، بس يعني تخلص على ايه المشكله دي؟ لسه فاضل 4 دقايق في الفيديو، انا زهقت. وجدي حضرتك مش هينفع ترميني في الشارع كده يعني، الاصول يعني بتقول عادي، ما انت سبتني كده في الشارع واخدت خطيبتي مني. حضرتك هو ثانيه بس سيبك بقى، ما انت غريبه برضه، يا معاه 4000 جنيه وراحه معاه يعني، ما الموضوع غريب الصراحه. ما علينا، انت ازاي ماضي عقد 6 شهور ومأجر الشقه وترقى الشقه تتباع وانت مأجرها يعني خلاص كده روح ادفع الايجار لوجدي فاهم، لغايه ما يخلص عقد الايجار. ولا انا ايه؟ لا يا ريت لو في محامي بيتفرج علينا يفهمنا على العبث ده، عشان مش فاهم حاجه. انا ما خدتش حاجه، هي اللي مشيت بمزاجها، هو انا ضربتها على ايديها ولا خدتها منك؟ انت برضه راجل ما بتفهمش في الاصول يا باشا. انا لو بتفهم في الاصول مش هتعمل لقطه زي كما حضرتك. انا بفهم في الاصول ولازم اخرج من الفيديو ده خلاص، انا زهقت عامه. اللي عايز يروح يكمل الفيديو ده يروح قناه وجدي السفير بقى يتفرج بسرعه عشان مش قادره من القرص.
لما اكلمه بالعربي يفهمني غلط، والله مظلوم. خلينا نعمل الفيديو. من ايه؟ عرس؟ انا عرس؟ قرص. ايه يا فليب؟ ايه يا صاحبي؟ مش كده، لا يا عم انت قد الدنيا، ما تقولش على نفسك كده يا اخويا. دلوقتي انا هحرز دلوقتي. في ايه؟ ايه؟ انا عرس. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه يا فليب؟ يا فليب انا مش عارف اعمل توت ولا لا، انا مش فاهمها اصلا، مش عارف بيقولها صح ولا لا، بس يعني بس هي بتقولك قرص، جايه من قرص، مش عارف مش ما علينا. عيب بجد. فيليب قرص حاجه أهو قرص. قرصتني قرص. قرص؟ اه. دلوقتي انا عرس من الفسحه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا بيت. يعني بالعربيه الفصحى ايه يعني؟ انا اروح لواحد في شبه الجزيره العربيه اقول له عندك قرص يعني؟ خلاص مش عايزين نخلي المحتوى عائلي يا جماعه، عيب. انا هقول لحماتي، انا هقول لحماتي بجد. حماتي قولي لي انا عارف. انت مش عارف يا فليب، انت بتقعد مع مين طيب عشان يفهمك الحاجات دي يا صاحبي؟ يعني انت اصلا عرفت منين خلاص يا فليب، انت قد الدنيا يا صاحبي، وما تقولش على نفسك كده. لما تكون مصري بس جيناتك امريكيه. يعني ايه جيناتك امريكيه؟ يعني جيناتك امريكيه دي انت حاجه حلوه يعني ما اعرفش يعني، متهيألي مش اجمل ناس في العالم يعني، في اجمل من دي على فكره، وجهه نظر يعني، فاهم اللي هو ايه يعني؟ في ناس بيحبوا الاشكال الروس، في ناس بيحبوا الكوريين جدا، فمش شرط يعني جينات امريكا تكون حلوه يعني، كل جينات حلوه يعني، كلنا بشر في الاول وفي الاخر. لا طب ايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات؟ طب ارحم البنات اللي في السوشيال ميديا يعني، ما بسم الله ما شاء الله. لا جيناتك امريكيه خالص. لا بلاش غمزه يا معلم، بلاش غمزه يا اسطى يعني في 6 حالات اغماء لحد دلوقتي يا بنات اتقوا الله. خلاص يعني انا عارف ان هو حلو وكل حاجه، بس ما ينفعش، عيب يا بنات، محدش يعكسه في الكومنتات، وعشان هو شاب يعني ابو القرف. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان، والله اطرطر على الكلام. انا بتصدم مني ده الواد بتاع شخرمه ودكرمه اللي بيقعد يعمل. انا الواد ده بيعصبني فشخ والله العظيم، اسمه احمد الفيومي، هو بجد بتعصب يعني، مش عارف انا مش فاهم. ومش كانوا بيجيبوا مع المطرب رقاصه والدنيا بتبقى حلوه ليه؟ مين انتوا فين طيب؟ دي حفله لا مش هينفع يا عنبه. اعمل له كده يا عنبه، زقه، اعمل اي حاجه، انا بحبك يا عنبه، ما تضايقناش بالله عليك. طب انت بتتفرج على الفيديوهات دي قبل ما ترفعها يا اسطى؟ يعني انت بتفتح التليفون كده قبل ما ترفع الفيديو وتبص عليه، بتشوف اللي انت راضي عن نفسك؟ لو راضي عن نفسك يا عم كمل عادي يعني، خلاص يعني اهم حاجه تبقى راضي يا صاحبي. ده حرف زد اكيد، زياد. طب تمام، انا كويس ان الفيديو ده يعني انت عامله اثبات على نفسك، عشان لما تروح للدكتور القرنيه مفشوخه يقول لك في ايه، ما اعرفش، صحيت فرجت في عيني بس كده، تقريبا كنت مقطعه بصل قبل ما انام وحبه توم كده وفلفل حراق، مش عشان خاطر زياد زفت يعني. انا مالي شخصنتها مع زياد ليه؟ لا مؤاخذه عم زياد، بس الموضوع يضايق يا صاحبي. تخيل ليه نحط ورقه في عينينا؟ ليه التخلف ده؟ بعتلي في الشات اوتشا يا احلى سلام ليه ما بتدوقش عباسيه. احنا لازم نوقف عشان مش كل فيديو البس كوبي رايت الصراحه، انا زهقت، انا تعبت نفسيا من الكوبي رايت. انا الراجل ده ما بفهموش عامه يعني، بشوفه على تيك توك في ناس بيقيموا الراب مثلا او بيسمعوا حاجات، او اجانب بقى بيسمعوا اول مره اغنيه فيقعد يقول لك اوه واو ايجيبشن راب والشغل ابن الحلوه ده، لكن ده شكله ملامحه عربيه او ايا كان يعني، ايا كان انت يا عم انت من امريكا، انت من ايا كان، انت شوف انت منين، شوف البلد اللي انت مرتاح فيها وروح فيها، بس ما تقعدش تعمل حاجات غريبه. بقعد يسمع التراك فاهم؟ لو انت احنا في ايه يا معلم؟ خد ملين ما تقرفناش. عامة مش عارف، اكيد هيعمل الحاجات دي في الفيديو دلوقتي، وشه بيحمر فشخ مش عارف ليه. طب ده المفروض ايه يعني؟ ده رابر ولا ايه يعني، ولا بروديوسر ولا بيه؟ انت مين؟ انت بتعمل ايه؟ ولا انت عادي بتعمل رياكت على الاغاني؟ ولا انا مش فاهم بجد.
انا بوقف عشان كوبي رايت والله العظيم مش عشان حاجه. في الشطة مترنجات استاذة فتكات لابسة لي عدسات بتقول لي بحب اول الاغنيه دي، ما اعرفش فاكرين الفيديو بتاعها والنبي يعني لو ما شفتش الفيديو ارجع اتفرج عليه هيعجبك فشخ. شعري بيمسس برضو الفخامة سايب علامة على الناقص اللي فيه. لا انا مش حمل كوبي رايت، انا زهقت عامه، بس يعني استمر يا معلم استمر والله. انا طالما انت مبسوط. مين ايه؟ ايه ده اللي على الباب فيه ايه مالك؟ ايه ده؟ ده مباحث ده ولا مين اللي بيخبط كده؟ في ايه؟ ايوه اخويا. اخوك بيخبط ليه كده؟ ايه في ايه؟ انت مزنوق يا معلم عايز تروح حمام؟ ايه اللي تخيل بيد الاثنين وبرن الجرس بقى، فاهم ايه؟ في ايه يا اسطى؟ وحشتني قوي. انا فعلا لما بروح البيت اختي بتفتح لي الباب تقول لي اخويا ولا اختي ازيك الحمد لله، فاهم؟ ما لناش اسامي. دبي امتى؟ لسه واصل حالا. هو انت في دبي واقف؟ دبي ايه يا اسطى؟ في احنا هنحاول على بعضينا يعني ما علينا. تعالى وحشتني. طب والباب؟ جايب واحد بيغسل لك الغسيل ولا مين ده؟ مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه. تعالى. يا ابني ما تسال عند اختك. لا مين اللي جوه ده؟ وعامل لي استشوار وداخل يغسل غسيل، ايه الغرابه دي؟ انت اخبارك ايه؟ وحشتني. هو في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ هو مين ده يا اخي؟ ده الغسال ده واحد بيجي يغسل كده وبالراضي بنديله 50 جنيه وكيس اريال وبيمشي. ابن عمك جه هنا من البلد عشان جامعته اتنقلت هنا وقلت يجي يساعدني. يعني ايه ابن عمك؟ ايه التخلف ده؟ والله لو صدق بقى انا هتضايق فشخ. تخيل هو مين ده؟ ابن تصدق ده ابن عمي صح. دبي نسيتني اغلى الناس والله العظيم، يعني نسيت حتى اجيب لك حاجه وانا جاي. كل حاجه الكلام ده كله يعني اعتبره الشغال انت يا ابني. ما انا قلت لك يا اسطى غسال. ايوه يا زلمه. انت جاي من دبي بالشبشب؟ تمام يعني انا بص انا مش هيبان قوي الشبشب عشان اعمل سيف للحاجات دي، عشان ايه النت عندنا بعافيه، فايه مش عايزين تقطيع ورق. كلمني وانت بعيد. تعالى من هنا. ايه ريحه الشبشب طالعه ولا ايه؟ هو في ايه بس؟ انت مين وبتكلمني كده ليه؟ ده ابن عمك. انتوا ايه العيله الغريبه دي؟ انتوا مش عارفين بعضكم ازاي يعني؟ يعني ابن عمك وده مين ده ابن عمك وانت مين ابن عمه؟ انتوا مش عارفين بعض ليه؟ اخويا بيه انت مين؟ تقول لي انت ابن عمتي بس غير كده هو انت بتكلمه كده ليه؟ انا بقى ماشي هنتظر الجزء الثاني. انا بعشق الحاجات دي والله العظيم بعشقها. في عشوائيه بتبقى بنت في حاجات غريبه داخله في بعضيها، انا مش فاهم ازاي مش عارف ابن عمه وده مش عارف ابن عمه التاني وجاي من دبي بالشبشب حتى مش جايب معاه كيس بقسماط. الموضوع غريب فشخ يعني، بس تمام. انا راكبه القطر اهو يا حبيبي. انت لو صدقتها انا هزعل. طب اقفل الشباك يا حبيبتي عشان القطر ماشي سريع. وبعدين شباك ايه يا اسطى؟ ايه الحديد ده؟ مسجونه راكبه قطر حيوانات. هو القطر وصل فين؟ حاضر يا يا حبيبي. رب يجي اعلانات بقى يقول لك مع علاج سم القرد، هتاخد سم القرد تدهنه على ادهنه عامه، شوف عايز تدهنه فين ادهنه وهتبقى زي الفل. بعد كده يقلب واحد لو بتعاني من الضعف انا دلوقتي وجاي وانت داخله على المنيا. انا دلوقتي داخله هو اطرش ولا ايه؟ يا اسطى انت ماشي على المنيا. طيب انا هقفل دلوقتي. داخله على المنيا. منيا ايه اللي ايه ده؟ ثانيه واحده. لا احنا سافرنا الصعيد قبل كده صاحبي. منيا ايه بقى دي؟ دي طيب منيا انا ايه؟ هقفل دلوقتي ولما توصلي طمنيني. باي. ماشي يا حبيبي. ده ايه ده انت ده ايه اكتوبر الجديده دي تقريبا؟ دي مش المنيا. باي. الحمد ايه لله. اكتوبر الجديده دي؟ انا ما شكش في حاجه. بس ايه رايك في الفكره بقى؟ جامده قوي. عيب عليك. كويس ان السفيره دي جت وغارت في داهيه. لما رن بقى على حبيبه قلبي. يبقى هو الزوج الخاين وهي الزوجه الخاينه، وده مش قطر المنيا اصلا. ما عليه. ايه يا حبيبي؟ وحشتني يا حبيبتي. الناس دي مالهاش اسامي. انا لو كنت مراتي المستقبليه انا بحبك مش هخونك ما تخافيش. انا لويال. ايوه انا لويال. هو انت فين؟ وانت كمان وحشتني. انا في مشوار مع ناس صحابي. بقول لك ايه، اوعى يكون معاكي شباب. انت عارفه ان انا شباب يعني مش واحد. اوعى يكون معاكي حد، اوعى يكون معاكي شباب. انتوا ايه في سنتر ولا ايه يا معلم ده؟ بغير عليكي. بصراحه كده واحده صاحبتي وجوزها لو مش مصدق. ايه ده؟ هتطلع مراته انتوا لا انتوا في تخلف عقلي. ثانيه اهو. ايه اللي انا شايفه ده؟ بقى مراتي فاهمه ان هي مسافره وراكبه القطر وهي مع واحد غريب في شقته. لا مش شقته.
مش في شقته، دي قالت لك واحده صاحبتي وجوزها، وهو عشقته مش ما تعرفش ان مراته، يعني ممكن اصلا تقع عشقته بالكلام مع مراته تقول لها بص ده الكائن ده اللي اعرفه شايفه، فتقول لها ايه ده جوزي، فيعملوا حوار بقى وبالليكه. مين اللي بيكتب الحاجات دي؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، ابعتي لي اللوكيشن اللي انت فيه. حاضر يا حبيبي، هقفل معاك دلوقتي وهبعتهولك. انا حبيبي جاي دلوقتي ولازم اعرفكم عليه. ايه حكايه انا حبيبي وانا حبيبتي ومش انا بجد من الاسماء، ما ليه ما انت مثلا اسمك ليلى وهو اسمه مدحت مثلا، عشان ما بحبش التخلف. دي المفاجأة اللي انت كنت قايله لنا عليها؟ هي دي تقريبا، هو ده. ثانية واحدة، تعالى يا ياسين. بس خلص القطر وصل، يلا كل اللي نازل مني ينزل عشان مكملين بقى على اسوان. حضرتك ليه حاطط المايك هنا؟ يعني انا عارف انها حريه شخصيه بس يعني مش ناقصه الصراحه، المنظر غريب. 10/10. جيبي جزر وجيبي المندولين. انا بعشق اللهجه اللبنانيه والله، ده تقريبا لبناني انا ما اعرفش ولا منين، بس جيبي جزر وجيبي المندولين. انت ليه بتتخص؟ انت عامل زي بتوع الدوبلاج، تصدق؟ نسيت بتتفرج على مسلسلات غريبه والله العظيم، بقعد اقدر جنبها. يا حياتي مندلي حطي خل يا حياة قلبي، خل. ده خل ولا فودكا؟ ده ايه ليه؟ ده خل تفاح يمكن. زيت زيتون. تمام. انا مش مرتاح عامه، انا مش مرتاح من يعني، ممكن تبعد شويه، اديني مساحتي والله، حاسس ان في حاجه غلط. حطي ملح يا قلبي، حطي ملح يا حياة قلبي، يقبشني انا. طب اسيبكم براحتكم وامشي انا وارجع حاسس ان في، حاسس ان دخلت اوضه نوم الصراحه يعني. ليه يا معلم كده قاعد لي في حمايات؟ انا مش والله مش مرتاح. سكريا خدي يا حياة قلبي، خدي لقلك خدي. حاضر يا عم خلاص، خدي يا زفته. فوالا صار عندك شيبس خل. طب والكلى ايه دنيتها طيب؟ ولا يعني تخيل كل يوم بقى ايه بقى اجيب سناكس شيبسي خل، نقعد بقى ناكل الخرا ده، تلاقي 100,000 انا يا معلم، 1000 انا. خليك انت بقى وهي ويقبشك ويقبشها والكلام اللي بتقولوه ده. نورين يا رجاله، يا بخت جوزك بيكي والله. ودي ده عادي يعني الكلام ده بس بص الكلام ده يحمل معنيين يا صاحبي. بص انا ماليش دعوه، جوزها يتصرف، انا ماليش دعوه. جيمي تعالى اقول لك على وصفه هتخلي وشك ده بيور كده يا بيور. تمام. انا ما اعرفش حضرتك بتقدم ايه الصراحه، فيعني مش عارف دي معاكسه ولا ايه الصراحه، فتمام. وربنا يجعل من نصيبك واحده مزواتة كمال بنزي. ايه ده عادي كده يعني. طب وجوز حضرتك طيب يعني يعني الناس اتجننت. تعالى انا عندك اهو، انا جيت، انا موجود حضرتك. ان انت راجل ما تعمليش فول ولايك وحركه اكسبلور. لا عيوني اعمل لك اللايك والفايل ايه، لايك واكسبلور والكلام الغريب. افيدك الفيديو ده ليك، اوعى تحاول. طب فيديني انا، يعني انا هموت واعرف انت هتفيديني في ايه، عشان انا يعني الدنيا دلوقتي دماغي بقى فيها افكار غريبه. بص بقى هقول لك على سحر للبشره هتدعي لي عليه يا جيمي. تمام. عبد الله، عبد الرحمن، احمد، محمد يجمعوا هنا. طب انا عندي واحد صاحبي يعني اسمه فتحي، ما يجيش؟ ماريو ما يجيش ليه؟ خلاص ما علينا. تمام. عندك حب شباب؟ تعالى ما والله انا جي اهو، انا اهو. عندك روس سودا في مناخيرك وخطيبتك بتقرف منك وبتخرج مع صاحبك؟ ايه؟ لا ثانيه واحده، نرجع للحته دي عشان في كلام اتقال ما سمعتوش. حب شباب؟ تمام. تعالى ما انا عندك اهو، ما تقلبش الفيديو. ايوه قولي بقى. عندك روس سودا في مناخيرك وخطيبتك بتقرف منك وبتخرج مع صاحبك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما لو خطيبتي بتقرف مني وبتخوني مع صاحبي، ليه هفضل خاطبها يعني؟ ليه اصلا يعني؟ ايه الخيال ده؟ وماشيه معاهم ارتصاك. تعالى لي. طب هتعملي ايه يعني؟ هتعلميه الرجوله؟ تخليك راجل مظبوط كده يعني ما يسمعها كلمتين، روح لابوها الراجل اللي مش مظبوط قول له بنتك يعني على الابو اللي رباها، الكلام ده ولا ايه؟ خلي وشك عارف ايه اللي هينضف وشك؟ مش هخليه فيه بقعه ولا حبايه. لا هي بنت كلب زباله مبدئيا يعني، خطيبتي لو عملت كده تبقى بنت كلب زباله يعني، مالهاش دعوه. ما هي خدتني بحبوبي يعني، مش عشان وشي فيه حبوب هتروح لواحد بيبي فيس يعني. انتوا متخلفين ولا ايه؟ عامل لي فولو ولا مش عامل لي فولو؟ يلعن ابو الفولو بقى على قرب ومش قرب. هتقولي لي بقى الفيديو قرب يخلص هعمل ايه في وشي الهباب ده؟ البنت بتروح مني. بانوكسل الغسول رقم 1 علميا اللي بينصحوا. ده اعلان انت بقى ساعه تحرق معاه عشان تعملي اعلان. اطباء الشباب اللي زيك يا دي يا جيمي. الحمد لله خلص. لا انا كفايه كده، نقفل الفيديو على كده عشان انا ايه يعني قعدنا ساعه ما تعالى خطيبتك ومش عارف ايه، احمد ومحمد وابراهيم ومحسن يمشي وكلام، ما تجددوناش بقى.
هو اللي بيمشي ورا النسوان بيفلح. كده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. اعملوا لايك سبسكرايب وشير وكومنتات واكتبوا لي كومنتات حلوه كده عشان انا ايه بتبسط. وصلي على النبي في كومنت لوحده يعني. بص كومنت لوحده كده تصلي على النبي، كومنت كده تكتب لي كومنت حلو ترشح لي حاجه نعمل عليها رياكت.